مالك؟ شكلك حزين كده ليه؟ مفيش. الدنيا بقت صعبة قوي والابتلاءات كترت انت عارف. دنيا وابتلاءات وكتير. انت شكلك محتاج تعرف معنى جميل جدا عن ربنا. معنى ايه؟ هقولك. في فيديو انا مصوره، هنتفرج عليه سوا وهنشوف في الاخر الاثر بتاعه عمل فيك ايه. مين فينا مش عايز يكون مبسوط؟ ما اعتقدش في حد بيفضل الحزن، واللي عايز اوصله من السؤال ده هو ازاي اكون مبسوط. هنتكلم في الفيديو ده عن معنى جميل جدا وهو من ارقى المعاني، وهو معنى الانس بالله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الانس بمفهومه من وجهة نظري هو استشعار معية الله في أداء وشتى أمور حياتك. هو استشعار الإنسان إنه يؤنس بربه، وإنه يكلمه ويدعوه، وهو سبحانه وتعالى يسمعه ويستجيب لدعائه. فإن العبد إذا أراد أن يكلمه الله قرأ القرآن، وإذا أراد أن يناجي ربه صلى وسجد ودعاه في السجود. طب بيتقاس بإيه قوة أنس الإنسان بربه؟ عندك ابن القيم قال حاجة جميلة قوي: كل لما تقرب من ربنا أكتر، كل لما هتأنس بيه أكتر وأكتر. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله قال: من عاد إلي وليا فقد أذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه، وما زال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإن أحببته كنت بصره الذي يبصر به، وكنت سمعه الذي يسمع به، وكنت يده الذي يبطش بها، وكنت رجله الذي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. رواه البخاري. فقوة الأنس حسب قوة القرب، فكلما كان قلب الإنسان بربه أقرب كان الأنس به أكبر وأقوى، وكلما كان قلب الإنسان أبعد كانت الوحشة بين الإنسان وبين ربه أشد. وعندك مثلا ابن القيم بيقول إيه كمان: القرب يوجب الأنس والهيبة والمحبة. الأنس بالله كمان مقام عظيم من مقامات الإحسان، اللي رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فيه: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تراه فإنه يراك. بتعبد ربنا وتراه في شتى أمور حياتك، لأنك تستشعر وجوده وقربه، لأنه في قوله تعالى: وهو معكم أينما كنتم. فتتقي الله في تصرفاتك على قد ما تقدر، لأن عندك آية جميلة جدا يقول جل في علاه: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. قال العلماء فيها: لو أن السماء انطبقت على الأرض لجعل الله للمتقين مخرجا. فكل طائع مستأنس. قال ابن الجوزي رحمه الله: إنما يقع الأنس بتحقيق الطاعة، لأن المخالفة توجب الوحشة، والموافقة مبسطة المستأنس. فيا لذة عيش المستأنسين، ويا خسارة المستوحشين. ربنا يرزقنا الأنس بالله والقرب منه، محبة لله ورضا منه. وبس كده، دي هتكون بداية سلسلة جديدة إن شاء الله اسمها بصيرة القلوب، وأسأل الله التوفيق. فلو بتتفرج عليا على الفيسبوك أو أي وسيلة تواصل اجتماعي، عاوزك تتابعني على اليوتيوب، علشان هيبقى فيه هناك بلاي ليست مخصصة للفيديوهات اللي تخص السلسلة دي. وأسأل الله التوفيق، وربنا يجعل هذا العمل متقبلا، ووفقني الله وإياكم. وأخيرا وليس آخرا، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ها، لا، ايه رأيك دلوقتي؟ دلوقتي بقيت احسن كتير، وعرفت ايه اللي المفروض يتعمل. مظبوط. ويا ريت انتوا كمان اللي يسمع الفيديو ده يا ريت يسمعه بقلبه، ولو هو حاسس بأي نوع من أنواع الحزن يبدأ يقرب من ربنا، ويبدأ يحس بالأنس بالله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.